من أروع وأجمل أقوال الشيخ الشعراوي: إذا صفيت نفسك لاستقبال القرآن فإن آياته الكريمة تمس قلبك ونفسك. كلام ربنا دايما فيه النور والإشارات اللي بيدلونا على الطريق وبيسهلوه. في سورة يوسف، ولما بتقرأ الآية اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، بتبقى شايف الصورة مقفلة وضلمة وبيسيطر عليك إحباط ويأس وكسرة نفس وخاطر بدون حدود. ولكن بالتدريج ومع توالي المواقف بيحصل تغيير كامل في المشهد، بتشوف عظمته في الآية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. مع الوقت بتتأكد إن كل أمر ربنا في النهاية خير، مهما الشواهد قالت غير كده. بتبقى واثق إن البشر مهما وقف على راسهم محدش هيمنع عنك رزق أو هيبعد عنك نصيب، وإن الحقيقة الثابتة اللي بتأكدها كل الوعود الربانية إن لازم بعد الضعف بتيجي القوة، وإن كل أزمة وراها انفراج. تحياتي.